السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير عليكم ولاباس وبصحة جيدة. مرحبا بكم عندي في عالم البساطة مع سجيدة، وروتين تاع اليوم راح يكون في دارنا في بيت أهلي. أكيد كما عودتكم دائما وفي كل مناسبة نشارك معكم التحضيرات في داري في بيتي وفي بيت أهلي في دارنا. حبيباتي عزيزاتي، كما نطع الصباح بعد جيت لهنا لقيت أمي ربي يحفظها غسلت الثلاجة. يعني ناضت بكري كما تعرفوا أمهاتنا ينوضوا بكري، احنا مازلنا شوية هاكم تعرفوا مازلنا شوية نصبحوا راقدين. نط هنايا على 8:30 ماما ديجا من الفجر وهي نايضة غسلت هذاك الفريجيدار. رجعت هذاك القضية اللي فيه بشوي بشوي، وانايا لهنا بعد ما فطرت لقيت ماما درت لنا الحليب، طيبت لنا القهوة، وجدت لنا كلش فوق الطابلة. بعد ما فطرت أكيد شمرت على درعية وجيت لهنايا راح نبدا الميناج الكوزينة. كانوا هنايا خواتاتي كل واحدة حكمت خدمة، كما أختي هنا كانت معايا في المطبخ، كانت تفرز في هذوك البلاكارات وتنظم فيهم وتنظم في الصحونة في القضية في كلش. وخواتاتي الأخرين كل واحد حكمت بلاصة، واحدة نفضت الشومبرة تاع أمي، واحدة حكمت البلاكار تاع الفراشات هذاك تاعنا كامل، هبطت وعاود نفضت ومسحت وطبقت الفراشات. المهم كل واحد حكم خدمة. حبيباتي أنا هنا جيت للكوزينة، بديت بالبلاك بعد ما حطيت له فورس إكسبريس. بس حوش نقولكم البنات هلكني يعني على خاطر خدمت به في داري وزدت جيت لهنا وش نقولكم يدي يدقدقوا وما كانش ليغون. هو يعني ينحي الغمة تاع ليدام وتاع الاوساخ هذيك تاع المطبخ. بصح يعني نصيحه مني ديروا ليغون. انا هنا ما لقيتش ليغون، ماما طول عندها ليغون. فضوا لها تشري هذوكا يعني تشري ياسر ليغون تخدم بهم بشوي في زهري. انا فضوا. المهم يدي يدقدقوا وفرات ما كملت نعدت ما عندي ما نحكي لكم. المهم حبيباتي هنا كما قلت لكم جيت للحيط هذا اللي فوق البلاك. هاني هنايا غسلتوه نمسح برك ما صبش الميمان، ما صبيتش الميمان لانه كون صب الميمان راح تهبط لتحت وراح تدير كوارث. هنا الشي اللي نغسلوه نمسحوه كما شفتوها. ولهنايا جيت انا مسحت هذه لاوت، مسحتها مليح. بعد ما درت لها حتى هي فورس اكسبريس نحيتها خلاه من بلاصتها، نحيتها خلاه وحطيتها فوق البوتاجي وغسلتها ومسحتها مليح. مسحت هذوك البلاكارات. المهم حبيباتي راني نشارك معاكم بالحاجة التحضيرات في بيت أهلي. رانا يعني نحضروا نوجدوا للشهر الفضيل، يعني هذه كاملة هي فرحتنا بسيدنا رمضان، فرحتنا بهذا الشهر. يعني فيه نقولهم فيه يعني فيه بنا خاصة شهر رمضان. ربي إن شاء الله يقدرنا على صيام وعلى قيام، وإن شاء الله يا ربي يعطينا صحتنا ويعطيكم صحتكم حبيبات قلبي، ويعطيكم إن شاء الله الصحة والعافية ليكم ولوليداتكم ولرجالتكم ولوالديكم ولكل إنسان عزيز عليكم إن شاء الله يا ربي. باب الريان والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان. جينا نبارك للحلوين من زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين والحبايب مجتمعين، صوم وطاعة للرحمن. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن. روحانية يومك الغير والوعد باب الريان والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان. جينا نبارك للحلوين من زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين والحبايب مجتمعين، صوم وطاعة للرحمن. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن. يا
حبيبات قلبي، ما حكيتوليش في لي كومونتير واش درتو واش حضرتو، حكيولي كيما انا قاعده نشارك معاكم وقاعده نقول لكم هاني واش درت هاني واش درت. انتم تانا احكيولي قولوا لي واش حضرتو واش وجدتو حبيبات قلبي. ونشكركم بزاف على هذوك التعليقات الباهيه وعلى المشتركات الجدد كامل اللي دخلوا معايا. نشكركم حبيباتي على هذيك التعليقات الباهيه وعلى المشاهده تاعكم. شكرا حبيبات قلبي، ربي ان شاء الله يعطيكم صحتكم وربي يعطيكم ما تمنوا ان شاء الله في هذه الايام المباركه. درك لهنا جيت حبيباتي كما قاعدين تشوفوا يعني ميناج كما كل دار كما كل بيت جزائري. لهنايا جيت الهديه تاع لماعن، غسلتها مليح 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 طلعت تشعل. معناها هنايا عقبت يعني الإيزيس والجافيل على كل حاجة في الكوزينة. كيما تعرفوا أي حاجة محطوطة فوق البوتاجي كي نقليه ولا نطيبه راح تكون معرضة للزيوت. مهما تقولي أني نمسحها وهاي هكا بصح كي تجي باش تغسليها تلقاي فيها الزيوت، مستحيل ما تلقايش فيها الزيوت. هذه هي روتيناتي، هذه هي تحضيراتي. أول حاجة التحضيرات، احنا هنا من عاداتنا وتقاليدنا دائما توجد تعليقات يقولوا لي حكينا على عادات وتقاليد قالما، أو نستطيع أن نقول بالأحرى يعني عادات وتقاليد الشرق الجزائري. سكيك دا قسنطينة عنا باسوق هراس كامل عنا نفس العادات ونفس التقاليد. بالنسبه واش نخبيو في المجمد كيما دركا القارص يعني الليمون راهو رخيص، مثلا اللي حاب يشيل القارص ويخبيه في الكونجيلاتور نشريوه ونخبيوه عادي. نهضر يعني على عادات خاصه بالنسبه يعني لدارنا. ثانا مثلا شينا جلبانه بكميه كبيره وفصصناها نخبيوها عادي. كاينه لوبيا جريني اللي هي لوبيا فصاصي نشيوها تنفصوها نخبيوها عادي. هذوما كامل نخبيوهم. اللحوم نشريهم في وقتهم يعني كي يوصل رمضان هكا نهار نهارين ثلاثة نشيو اللحوم ونقصوهم. اللحم كما نقولوا تاع الخروف للشوربة، ونشريو الدجاج تاعنا الدوزيام بلا يعني الكشمه واش نطيبو كطبق ثاني. نقصوهم نقيوهم نخبيوهم نحطوهم في ساشيات ونخبيوهم في المجمد. اما بالنسبه للمجمدات تاع نطيبوا حاجه ولا نطيبوا حميص ولا نطيبوا لي تارتولات ولا بيتزا كما قاعدين نشوفوا يعني في المواقع، وكل واحد حر حبيباتي. انا هنا كي نهضر ماشي قاعده ننتقد الناس اللي تحضر واللي توجد، كل واحد كيما مالف، كل واحد كيما يعني كل واحد كيفاهم مالف العادات تاعو والتقاليد تاعو. احنا هذه عاداتنا وهذه تقاليدنا. ما نحضروش يعني والله اللحوم نتبلوهم ونحضروا اللحوم متبله ولا لا. اللحوم نخبيوهم عادي وكي نحبوا نطيبوا ونجبدوا بشويه ونطيبوا برك حبيباتي. هذا واش نوجدوا في المجمد. من بعد واش نشريو؟ درك نشريو النعناع، ولا اللي عنده نعناع غرس نعناع نحيو النعناع نغسلوه ونديروه ربطه. دوك نشارككم كلش حبيباتي ونعلقوه في الظل، نعلقوه في حاجه في طاقه في اي حاجه نعلقوه. يعني لازم يبس في الظل، ما يبسش في الشمس باش ما يكحالش باه يقعد اخضر. كي يبس نحيو هذاك النعناع نحيو الورق تاعو ونرحيوه ونخبيوه في بلاره تاع زجاج. الماء النعناع للشوربه، لانه احنا هنا في قالما الشوربه تاعنا ضروري جدا نحطوا فيها النعناع على الاخر، نحطوا فيها هذيك الرشه النعناع ضروري جدا. واش نشريو تاعنا؟ نشيو الفريك تاعنا كيما قلت لكم احنا هنا نشيو من عند البساكره. يعني نجيبوا الفريك جديد يهب اللي يسخف، نشيو من عندهم الفريك. هذاك الفريك حبيباتي ديجا بعد نشريوه منقي ومرحي وكلش. بعد احنا نشيوه من عند المراه يعني يجيبوه من بسكره يرحيوه وتخدموا المراه يعني نعرفوها مراه نظيفه وكلش وتصيروا كلش. معناها نشيو هذاك الفريك ونخدموا به طول. من بعد حبيباتي كي يوصل رمضان ان شاء الله يا ربي يقعدوا له كاكا 4 ايام 5 حتى السمانه حتى 10 ايام، كل واحد وظروفه حبيباتي كل واحد واموراته. لانه العام هذا يعني راح يكونوا كاينين الاختبارات. معناها الانسان راح يكون وقته شويه معمر، ما نكونوش شوي فارغين. تسمى القضيه راح تكون شويه على بكر الحال، ماشي بكر الحال بزاف على الاقل سمانه قبل. كيما قلت لك يعني القضيه كل واحد وظروفه. ونروحوا نقضي والشي اللي كان الشي اللي كتب ربي. كاين اللي يقضي يعني قضيان شهري كيما انا دركا في داري مع راجلي واش نقضي قضيان شهري.
يعني نقضي يعني مثلا الزيت نقضي بدون، الطماطم نشري 2 بيض 3، يعني المواد الأساسية هذيك. مثلا الزيتون نشري مثلا بدون هذاك الصغير ضربة واحدة، معناها الحوايج هذيك المواد الغذائية نشري كلش ضربة واحدة. أما من كنت في دارنا يعني كنا نقضيو كما نقولوا موش قضيان شهري بالسمانة هكا، كيف نزيدو نروحو نشريو. الوالد ربي يرحمه ويوسع عليه إن شاء الله ويجعله من أهل الجنة، من يدخل يجيب معه قضية، يعني كل واحد وظروفه، كل واحد وإمكانياته، كل واحد على باله بروحه، وكل واحد على باله بجيبه، وكل واحد حبيبة قلبي يمشي المشية على قدو، كل واحد على حسب الظروف تاعو. حبيباتي هنا حبيت نشارككم هذيك الأجواء الشتوية في قالماج، أجواء شتوية إنه تصب البرد، روعة روعة حبيباتي، أجواء روعة. جاني حبيبة قلبي جاني كيما رمضان تاع بكري 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 في التسعينات، ما كنا صغيرين، كان في الشتاء، كان في البرد، يعني كانت يعني أجواء رائعة. أصحاب الجيل الذهبي راكم تتفكروا حبيبات قلبي من كان رمضان في الشتاء، كان روعة روعة حبيباتي، عنده ذوق خاص. أما بالنسبة للطياب حبيباتي، الطياب ما نطيبوا والو، ما نديروا والو. صبحة رمضان يعني نسحروا، نصليوا صلاتنا، نرقدوا، نوضوا، يعني كما تعرفوا لي عندهم الأطفال ما يصبح راقد لا والو، نفطروا ولادنا وكلش، من بعد ندخلوا الكوزينة. هذه كندخلوا الكوزينة كل واحد وكيفاه. المرأة العاملة عندها وقت تدخل ليه مسكينة، كيما تجي بعد ما الخدمة تعدي طول تدخل للكوزينة. اللي قاعدين في الدار كان اللي تطيب صباح، كان اللي طيب تدخل ورا الظهر، كل واحد والوقت تاعو. انا نهضر لكم لهنا على كما قلت لكم انا كيفاش نخدم وماما كيفاش تخدم. النهار هذاك الاول تاع رمضان نطيبوا فيه كلش، مثلا البوراك، العجينه تاع البوراك، الحشوه تاع البوراك، السلطه نغسلوا هذاك النهار، كش من الحوايج تاع السلطه نطيبوهم هذاك النهار. معناها كل شيء تخدم في نهاره، ما عندناش هذيك تاع نخدم قبل بنهار ولا نطيب قبل بنهار ولا نوجد طاجين الحلو قبل بنهار ولا لا حبيباتي، احنا كلش نطيبوه هذاك النهار. يعني من بكري امي كيما هكا ولفت كيما هكا وبقيت ماشيه عليها، ما كل يعني نهار وبركته، كل نهار ونهارو. ما كانش هذه تاع نخبيو في المجمدات ولا جامي، يعني كل واحد وكيفاه حبيباتي، كل واحد حر في دارو، كل واحد حر يعني يتصرف كيما يحب في دارو، واحد ليس الواحد حبيباتي. المهم حبيباتي هذا هو الفيديو تاعي تاع نهار اليوم. بعد ما نقيت الكوزينة يعني كلش عقبناها على الماء والجافيلو كما شفتوا أختي كي كملت أنا من هنا هي سيقت الدنيا كاملة، قلبتها تشعل حبيبة قلبي. لهنا الغداء ما طيبناش الغداء، كانت كاينة الجلبانة تقبل بنهار، لأنه أمي وأختي لهنا كانوا صايمين. كما تعرفوا الأيام تاع شعبان يعني أيام مباركة للصيام، أيام روعة. تغدينا هذيك الجلبانة، وفي الليل إن شاء الله درنا العشاء. خلي حبيباتي الجزء الثاني إن شاء الله ونشارككم ونكمل معكم الروتين في الجزء الثاني.